إسبانيا تنفي خطة طوارئ ضد المغرب. ماذا وراء قصة الطاقة وسبتة؟ في تطور جديد يعيد ملف العلاقات المغربية الإسبانية إلى الواجهة. نفت وزارة الخارجية الإسبانية وجود أي خطة طوارئ تستهدف استخدام اعتماد المغرب على البنيات التحتية الطاقية الإسبانية كورقة ضغط على الرباط، وذلك ردًا على تقرير بثه التلفزيون العمومي الإسباني تحدث عن إجراءات محتملة في حال تكررت أزمة الهجرة المرتبطة بمدينة سبتة المحتلة. القصة أثارت اهتماما واسعا لأنها لم تتعلق هذه المرة بالحدود والهجرة فقط، بل دخلت فيها ورقة حساسة للغاية: الطاقة. فهل كانت مدريد فعلا تدرس إمكانية الضغط على المغرب من بوابة الغاز والكهرباء، أم أن الأمر لا يتجاوز تقريرا إعلاميا جرى تضخيمه قبل أن يأتي النفي الرسمي الإسباني؟ بحسب المعطيات المتداولة، نقلت منصة إلكتومانيا عن مصادر حكومية إسبانية أن حكومة بيدرو سانشيز لا تعمل على إعداد أي مبادرة من هذا النوع، وهو ما دفع الوسيلة الإعلامية إلى تحديث المعلومات التي سبق أن نشرتها. لكن أصل القصة يعود إلى برنامج مانيانيروس 360 الذي تبثه قناة RTVE الإسبانية، حيث تحدث البرنامج عن تكليف مؤسسات مرتبطة بقطاع الطاقة بإعداد دراسة حول مستوى اعتماد المغرب على إسبانيا. والهدف المفترض من هذه الدراسة وفق الرواية التي بثتها القناة هو معرفة نقاط الاعتماد الرئيسية في منظومة الطاقة المغربية، وتحديد الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها إسبانيا في حال اندلاع أزمة جديدة على الحدود مع سبتة. وهنا تحديداً بدأت القصة تأخذ طابعاً حساساً، لأن الحديث لم يكن عن مجرد أرقام تجارية، بل عن الكهرباء والغاز والمحروقات وشبكات الربط والمنشآت الطاقية. وبحسب ما ورد في التقرير الإسباني، كان من المنتظر أن يصدر التقرير خلال شهر شتنبر المقبل، وأن يعتمد على بيانات مؤسسات من بينها شركة ريد إلكتريكا وإيناغاز من أجل تحديد حجم تدفقات الطاقة بين البلدين والمنشآت التي تلعب دورا في هذا الترابط. وكانت الرواية الإعلامية قد أشارت إلى أن نسبة كبيرة من الغاز الذي يستورده المغرب تمر عبر البنية التحتية الإسبانية، سواء من خلال منشآت إعادة التغويز في شبه الجزيرة الإيبيرية أو عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. كما تحدث التقرير عن اعتماد المغرب على إسبانيا في جزء من حاجياته من الكهرباء والغاز، لكن المشكلة أن بعض هذه الأرقام لا تتطابق بشكل كامل مع البيانات الرسمية المتاحة. وهنا تظهر أهمية التدقيق في الأرقام، لأن الحديث عن الطاقة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن اختزاله في عبارة مثل المغرب يعتمد على إسبانيا. العلاقة أكثر تعقيدا من ذلك، فبيانات شركة إيناغاز تشير إلى أن صادرات الغاز نحو المغرب عبر نقطة طريفة بلغت 992 جيجاوات ساعة خلال يوليوز الماضي، بينما وصلت إلى 4950 جيجاوات ساعة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026. أما في مجال الكهرباء، فأظهرت بيانات ريد إلكتريكا بتاريخ 18 من غشت الجاري أن الرصيد التصديري لإسبانيا نحو المغرب بلغ 16.9 جيجاوات ساعة، وهذه الأرقام تعطي صورة أكثر دقة عن حجم التدفقات الفعلية، وتوضح لماذا يجب التعامل بحذر مع النسب الكبيرة التي يتم تداولها في بعض التقارير الإعلامية. لكن الأهم من الأرقام نفسها هو السؤال السياسي الذي تقف خلفه هذه القصة: لماذا ظهرت أصلاً فكرة استخدام الطاقة في سياق الحديث عن أزمة سبتة؟ العلاقات المغربية الإسبانية مرت خلال السنوات الأخيرة بتحولات كبيرة، وبعد سنوات من التوتر انتقلت الرباط ومدريد إلى مرحلة جديدة عنوانها الأساسي هو التعاون والشراكة، خصوصاً في ملفات الهجرة والأمن والحدود والتجارة والطاقة. ولهذا السبب فإن أي حديث عن استعمال الطاقة للضغط السياسي على المغرب يثير الانتباه فوراً،
لكن مدريد سارعت هذه المرة إلى نفي وجود خطة من هذا النوع، ولم يأتي النفي من مصدر مجهول، بل تزامن مع تصريحات سياسية تؤكد أن المغرب بالنسبة لإسبانيا ليس خصماً أو تهديداً، وإنما شريك مهم. وفي اليوم نفسه وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة والناطقة باسم الحكومة الإسبانية إلما سايث المغرب بأنه شريك موثوق، مؤكدة أنه لا يشكل تهديداً لإسبانيا أو لأوروبا. والأكثر أهمية أن الوزيرة ربطت طريقة التعامل مع أزمة سبتة الأخيرة بمستوى التعاون القائم بين الرباط ومدريد، معتبرة أن معالجة تداعيات الأزمة لم تكن لتتم من دون التنسيق بين البلدين. هذه التصريحات تحمل رسالة سياسية واضحة، فإذا كانت مدريد تعتبر الرباط شريكاً أساسياً في ملفات الحدود والهجرة، فمن الصعب في الوقت نفسه تصور أن الحكومة الإسبانية تعمل رسمياً على إعداد خطة تستهدف استخدام الطاقة لمعاقبة المغرب. وهنا يجب التفريق بين تقرير إعلامي يتحدث عن سيناريوهات محتملة وبين قرار حكومي رسمي. فالحديث عن دراسة أو تحليل لمستوى الاعتماد المتبادل لا يعني بالضرورة أن الحكومة قررت استخدام هذه العلاقة كسلاح. الدول عادة تدرس نقاط القوة والضعف في علاقاتها مع شركائها، خصوصاً في الملفات الاستراتيجية مثل الطاقة والهجرة والأمن. لكن تحويل هذه الدراسات إلى سياسة ضغط فعلية يحتاج إلى قرار سياسي واضح، وهو ما نفته الحكومة الإسبانية في هذه الحالة. ومن جهة أخرى هناك عامل مهم يجب عدم تجاهله. المغرب نفسه خلال السنوات الماضية عمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقلالية منظومته، كما أن علاقاته مع إسبانيا في مجال الطاقة ليست علاقة اعتماد من طرف واحد فقط. هناك أيضاً مصالح إسبانية مرتبطة بالسوق المغربية وبالتبادل التجاري وبالربط الطاقي وباستقرار المنطقة. وبالتالي فإن أي محاولة لاستخدام الطاقة كسلاح سياسي يمكن أن تكون لها تداعيات على الطرفين. أما ملف سبتة فهو أكثر حساسية. الهجرة والحدود يمثلان أحد أكثر الملفات تأثيراً في العلاقات المغربية الإسبانية، لكن التجربة الأخيرة أظهرت أيضاً أن التنسيق بين الرباط ومدريد أصبح عنصراً أساسياً في احتواء الأزمات. إسبانيا تنفي خطة طوارئ ضد المغرب. ماذا وراء قصة الطاقة وسبتة؟ في تطور جديد يعيد ملف العلاقات المغربية الإسبانية إلى الواجهة، نفت وزارة الخارجية الإسبانية وجود أي خطة طوارئ تستهدف استخدام اعتماد المغرب على البنيات التحتية الطاقية الإسبانية كورقة ضغط على الرباط.